عمرك سألتِ نفسِك ليه مهما نظمتِ الكركبة بترجع تاني وتالت وكأن البيت فيه لعنة مش عايزة تخلص؟ السر مش في نوع المنظمات اللي بتشتريها ولا في شطارتِك كست بيت، السر في 10 أسباب نفسية اللي هاقول لِك عليهم النهارده، فاستعدي كده وهاتي القهوة بتاعتِك علشان الفيديو ده تحديدًا ممكن يكون زي المراية اللي هتوريكِ حاجات عن نفسِك أول مرة تاخدي بالِك منها. السبب الأول متلازمة أنا ما أستاهلش، بتستخدمي الأطباق والكوبايات المكسورة وسايبة الطقم الجديد للضيوف، وبتلبسي التيشيرتس والبيجامات القديمة في البيت وسايبة اللبس الحلو للمناسبات. بكده للأسف أنتِ بتبعتي رسالة لعقلِك الباطن كل يوم إنِك ما تستاهليش الأحسن، وإن راحتِك اليومية مش مهمة زي نظرة الناس ليكِ بالضبط. فالكركبة هنا هي مجرد انعكاس لقلة تقديرِك لنفسِك، لذلك ابدئي استخدمي أحسن ما عندِك وفورًا. السبب التاني الخوف من بكرة، فبتتعلقي باللي فات. دولابِك مليان هدوم من 10 سنين فاتوا وما بقيتيش بتلبسيها، وطول الوقت بتقولي يمكن أحتاجها أو أخس وألبسها، ومطبخِك كمان مليان أجهزة قديمة للطوارئ فقط، أو أجهزة بايظة ومركونة على أمل هاصلحها وأحتاجها بعدين. وفي الحالة دي أنتِ للأسف مش متمسكة بالحاجة نفسها، أنتِ متمسكة بإحساس وهمي بالأمان. عقلِك الباطن طول الوقت بيقول لِك المستقبل مجهول ومخيف، خلّي الحاجات دي جنبِك احتياطي، يمكن بكرة تحتاجيها. والكراكيب هنا هي الدرع اللي أنتِ بتستخدميه ضد القلق من المجهول، بس خليكِ فاكرة كويس إن مستقبلِك عمره ما هيتحسن بكركبة الماضي. والسبب التالت صعوبة إنِك تاخدي قرار، فبتتراكم عليكِ الحاجات المؤجلة. عندِك كوم ورق على المكتب، فواتير، ورق شغل أو دراسة، وعندِك كرسي في أوضة النوم عليه أكوام من الهدوم. كل قطعة من دول محتاجة منِك بس قرار، ولأن القرارات دايمًا بتستهلك طاقة، فمخِّك دايمًا بيهرب وبيأجل. فالكوم ده في حقيقة الأمر هو مش كوم هدوم ولا ورق ولا غيرهم، لكنه كوم من القرارات المؤجلة. والحل هنا قاعدة ال5 دقايق اللي اتكلمنا عنها قبل كده، في أي حاجة هتاخد منِك 5 دقايق بس ابدئي فيها وفورًا. والسبب الرابع شراء شخصية وهمية، تلاقي نفسِك بتدوري على شخصية مش لاقياها، فبتشتري شخصيات وهمية. ممكن تلاقي عندِك أدوات للرسم وأنتِ مش بترسمي، عندِك كتب وأنتِ مش بتقري أساسًا، وعندِك لبس رياضي غالي وأنتِ مش بتروحي الجيم أصلًا. في حقيقة الأمر أنتِ مش بتشتري الحاجات، أنتِ بتشتري النسخة المثالية من نفسِك اللي بتتمني تكونيها. والحل بسيط، هو إنِك تواجهي نفسِك، هل دي أنتِ فعلًا والّا دي الشخصية اللي بتتمني تكونيها؟ والسبب الخامس هو الهروب من إنِك تقعدي مع نفسِك، فطول الوقت بتملي كل ركن في بيتِك وكل دقيقة في يومِك، ما بتحبيش المساحات الفاضية ولا حتى لحظات الهدوء. لذلك الكركبة المادية دي هي طريقة بتهربي بيها من الفراغ اللي جواكِ، أو من المشاعر الصعبة اللي بتحسي بيها، حزن، وحدة، زهق. فمش هاضطر أقعد مع نفسي وأواجه كل اللي جوايا. الشعور بالذنب، فبتحتفظي بالحاجات اللي مش حاباها. هتلاقي بيتِك مليان تحف وهدايا من ناس بتحبيهم أوي، بس ذوقها مش عاجبِك وعاملة زحمة، أو حتى مش ماشية مع ستايل البيت مثلًا. فأنتِ هنا بتخلطي بين الهدية والشخص اللي جابها، والتخلُّص من الهدية في عقلِك معناه إنِّك بتنسي حُب الشخص ده أو حتى بتجرحي مشاعره. والحقيقة إن الحاجات دي مش كراكيب وبس، دي أقفاص من الذنب وأنتِ حابسة نفسِك فيها للأسف. السبب السابع أنتِ بتطلّعي غضبِك وضيقتِك بطريقة مش مباشرة. أحيانًا بنسيب المكان مكركب علشان نضايق شريك حياتنا من غير ما نتكلم، ودي بنسميها خناقة صامتة، لإنِّك بتستخدمي الكركبة كسلاح علشان تعبّري عن غضبِك وضيقتِك من شخص تاني، من غير ما تتخانقي معاه بشكل مباشر. السبب التامن محتاجة تحسي إنِّك مسيطرة، بمعنى إنِّك بترفضي أي حاجة علشان بتقولي لنفسِك أنا عارفة مكان كل حاجة في وسط الفوضى والكركبة دي. لمّا حياتِك برّه البيت تخرج عن سيطرتِك، مشاكل في الشغل أو علاقات متعبة، بتخلقي لنفسِك مملكة من الفوضى جوّه بيتِك. أنتِ الوحيدة اللي فاهمة شفرتِك، وده علشان تحسي طول الوقت إنِّك لسه مسيطرة. لإني ممكن ما أكونش قادرة أتحكم في مديري ده حقيقي، بس أنا متحكمة في كوم الورق ده. والسبب التاسع تعويض الفقد، لو مريتِ بصدمة فقد، وفاة أو خسارة مالية، عقلِك تلقائيًا بيمسك في الأشياء المادية كأنها ثوابت، والتخلُّص وقتها من أي حاجة بيحسّسِك إنِّك بتفقدي جزء تاني من روحِك، فبيكون صعب عليكِ جدًا ترمي أي حاجة حتى لو كانت تافهة. بس صدقيني الذكريات في القلب وعمرها ما كانت في الكراكيب. السبب العاشر طاقتِك خلصانة، وده اللي بنسميه الburn out. أنتِ عارفة المفروض تعملي إيه ونِفْسِك تنظّمي أوي، بس ببساطة ما عندكيش الطاقة الجسدية أو الذهنية علشان حتى تبدئي. وهنا السبب مش عميق ولا حاجة، بكل بساطة إن بطاريتِك فاضية تمامًا، والكركبة هنا مش هي السبب، ولكن دي نتيجة مباشرة لإنِّك مرهقة نفسيًا، ودي علامة من جسمِك ومخِّك بتقول لِك وقّفي، أنتِ محتاجة ترتاحي مش تنظّمي. وأخيرًا وليس آخرًا، بيتِك هو مراية لروحِك، الكركبة اللي حواليكِ مش مجرد فوضى،
ولكن دي رسايل عن مخاوفك، أحلامك المؤجلة، علاقاتك، وعن علاقتك كمان بنفسك. لما بتفهمي الرسالة اللي ورا الكركبة التنظيم بيبقى أسهل بكتير، علشان انت هنا مش بتشيلي حاجة من مكانها ولكن بتعالجي جرح كبير قوي جواك. لذلك دايما بقول الخطوة الأولى مش إنك تجيبي منظمات ولا حتى صناديق للتخزين، الخطوة الأولى إنك تقعدي مع نفسك وتسألي بصدق الكركبة دي بتحاول تقولي إيه. والسؤال ليكي النهاردة: إيه أكتر سبب حقيقي في ال10 اللي قلناهم دول حسيتي إنه بيوصف؟ أنا مستنية أسمعكم ونفكك الكركبة دي سوا، علشان اعترافنا هو أول خطوة لبيت وروح أهدى. وأخيرا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتشيير الفيديو مع أي حد حاسة إنه محتاج يسمع الكلمتين دول. وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.